to address the 12th Assembly of the United Nations. سعادة الرئيس، يطيب لنا أن نعبر لسعادتكم عن الأثر البليغ الذي تركته في نفسنا العبارات الرقيقة التي وجهتموها إلينا، وعن مدى اغتباطنا وارتياحنا لهذه الفرصة التي أتيحت لنا لإلقاء هذه الكلمات في جمعيتكم الموقرة. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم. كيف ما شاهدتوا في بداية الفيديو، هذا كان جزء من أول خطاب للملك الراحل محمد الخامس في الأمم المتحدة، وكان سنة 1957، واللي كان مميز فيه وهو أنه كان أول خطاب كيتم الإلقاء ديالو باللغة العربية في مقر الأمم المتحدة. وغادي تكونوا استمعتوا في هذا الجزء من الخطاب أن الملك محمد الخامس قام بذكر القضية الجزائرية والدفاع عنها في الأمم المتحدة لأول مرة، وكان هذا أول خطأ كيقوم به الملك، لأنه عرف بهذه القضية في المجتمع الدولي. حيث إذا رجعنا بالزمن قبل هذا الخطاب، حتى دولة ما كانت عارفة اسم الجزائر ولا حتى فين جات في الخريطة. وزاد ذكر كذلك المعاناة ديال الشعب الجزائري اللي كان كيعانيها مع الاستعمار الفرنسي، ويا ريت كون ما تدخلش في هذه القضية الجزائرية وما جبدهاش كاع في الخطاب ديالو، ويخلي الجزائريين يدبروا روحهم مع فرنسا، حيت هذا الأمر هذا ما كيهمناش. والخطأ الثاني اللي قام به الملك الراحل محمد الخامس وهو أنه ما رسمش الحدود المغربية مع الحكومة الفرنسية، اللي كان شرطها الوحيد فقط أن الملك يوقف دعم المقاومة الجزائرية ويغلق الحدود الشرقية اللي كانوا كيتخذوا منها مقر ديالهم. وهذا الشيء اللي رفض الملك أنه يصادق عليه، وقال لهم أنه غادي ينتظر حتى تاخذ الجزائر الاستقلال ديالها، عاد غادي يحلوا هذا المشكل الحدودي. وخدع عهود من المقاومة الجزائرية أن هذا الشيء اللي غادي يكون. وأنا هنا غادي نطرح فقط فرضية وحدة، لو كان الأمر بالعكس وكان المغرب مازال مستعمر والجزائر هي اللي خدت الاستقلال ديالها عام 1956، واش كانت الجزائر والجزائريين غادي يقدموا شي مساعدة للمقاومة المغربية والشعب المغربي باش حتى هما يستقلوا؟ أنا هنا ما كنظنش أنهم غادي يساعدونا. وغادي نزيدوا أكثر في هذه الفرضية هذه، لو أن فرنسا اقترحت عليهم على أنهم يوقفوا مساعدة المقاومة المغربية ويغلقوا الحدود ديالهم في وجهنا من اجل مصالح اخرى، كانوا غادي يوافقوا في تلك اللحظه. حيث ما غاديش نساو الاجتياح الاول ديال الجيش الفرنسي على الاراضي المغربيه في بدايه الاستعمار، خصوصا في مدينتي وجده والدار البيضاء، كانت بمساعده جنود الجزائريين، حيث كانت عندهم اول حاجه خلفيه على التضاريس كيفاش دايره في المغرب، وثانيا كانوا كيدخلوا المغرب ويخرجوا وكيعرفوا وكيكتبوا ربما تقارير صالح الفرنسيين ديال عدد الجنود في كل مدينه، بالاضافه الى نوعيه السلاح اللي كيمتلكها الجيش المغربي. وما نساوش معركه إسلي اللي جروا فيها المملكه المغربيه في حرب مع الجيش الفرنسي بسبب الامير عبد القادر اللي جا هربان من الجزائر الى المغرب، جاء على اساس على انه قدم البيعه للسلطان المغرب باش يساعدوا بطرد الجيش الفرنسي من منطقه الجزائر. والجميع كيعرف الاخر على ان نتيجه هذه المعركه هذه وهو انهزام الجيش المغربي امام الجيش الفرنسي واقتطاع العديد من الاراضي انذاك. فهذا الشيء علاش ما خصناش نعاودوا نكرروا نفس الاخطاء الماضي معهم، واخا يوقع اللي وقع. واخا الدين ديالنا الاسلامي كيقول لك انك خاصك تعاون خوك المسلم، الساعه هادو اللي مجاورين معنا ماشي مسلمين، لانهم كو كانوا كذلك ما كانوش غادي يقبلوا يهجروا خوتهم المسلمين في ديك المسيره السوداء. وانا هنا كنحمل المسؤوليه كامله للشعب الجزائري وليس فقط النظام الجزائري، لانه ساعد كذلك في هذه المسيره. هذا ما كان يا اصدقائي، وصلنا نهايه الحلقه، كنشكركم على المشاهده ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه. اولا شكرا صاحب التعليق. أتمم بالنسبة للقضية ديال المسيرة الخضراء اللي جرات 1975. نحن من واحد العائلة برغمي دوك لي غوفلي d'Algérie en 1975، واخا كنت صغير. المهم نحكي داكشي اللي وقع. كانوا ديجا حاصينهم، عارفين المغاربة، عارفين واحد نهار عيد الأضحى خرجوهم
كاين اللي خلى الحولي، الاغلب ماشي كاين غير واحد ولا زوج، الاغلبيه خلاو الحواله ديالهم معلقين. كاين اللي الحوايج ديالو غسلهم ونشرهم خلاهم خرجوهم هزهم في كاميونات مخلطين معاهم، حتى كاميونات ديال النظافه هزوهم فيهم ديريكت حتى للحداده خرجوهم من وجده. كاين اللي خلى المرا ديالو تما، كانوا واخد جزائريه. وهاد المغاربه هادو كيفاش قيستهم اللي كانوا موجودين في الجزائر؟ الجزائر كانت بحال مقاطعه فرنسيه، يعني المغاربه كانوا كيمشيو بحال اللي راه مشاو لفرنسا، يعني راه كانت مقاطعه فرنسيه، كانوا كيمشيو يخدموا تما. شبرات الحكومه الجزائريه، الدوله الجزائريه شبرات الاستقلال ديالها في 62، والمغرب كان من الناس اللي يدافعوا عليها. كما شاهدتوا الراحل محمد الخامس مشى للامم المتحده وكان اول خطاب باللغه العربيه. ومن بين النقاط اللي تكلم عليهم وهي القضيه الجزائريه. شوف، وكان اودي شلامي، المهم نبقاو غير في القضيه ديال المطرودين. خرجوهم، كيكون مثلا شي واحد واخد جزائريه كيخليوها هي ديك الجزائريه ويخليو مع الوليدات، هو الراجل كيخرجوه مغربي، او العكس، الجزائري كان واخد مغربيه، الجزائري كيبقى كيشبر مع الوليدات والمراه كيخرجوها. تلفوا العائلات والناس خلاو الاملاك ديالهم، خلاو السيارات ديالهم، خلاو الديور ديالهم عامره بالاثاث وكل شيء. ايوا هذا اش غادي يقول ربي، هذا المقبور بومدين اش غادي يقول ربي له هو ولا دوك الحاشيه اللي كانوا معاه. في الحقيقه امر يؤسف له. واحد نقطه نسيت باش نعاود نشير ليها، نعاود نذكر بها. كما شفتوا يعني محمد الخامس كان كيدافع من اجل تقرير مصير الشعب الجزائري. ودابا هما على من كيدافعوا على تقرير مصير الشعب الصحراوي. للاسف. شوف، حنا كنا كندافعوا عليهم، هما دابا هما باغيين يقسمونا. ما شاء الله. وتحيه للشعب الجزائري، تحيه ليه. وما تنساوش تدعمونا في هذه القناه، جزاكم الله خيرا. عملوا اشتراك، اشتركوا معنا في هذه القناه. الى عجبكم الفيديو عملوا له جيم، فعلوا داك الجرس باش اي فيديو لحنا ولا شي حاجه يبقى يوصلكم. ولكم منا جزيل الشكر. تحياتي لكم ولكن. السلام عليكم.